هنا بقى حابة أكلمكم عن السان سكرين الخاص بميلا تايم، وهو أول سان سكرين جل شفاف في مصر. عايزة أقول لكم والله يا جماعة بعد ما جربته صدقت قد إيه إن دكتور نوبل ليه حق ينبهر ليه، وأنا من متابعين دكتور نوبل، وقد إيه الميك اب ارتست شهيرة دينا راغب ليها حق تندهش. هو فعلا يستحق الانبهار والاندهاش والكلام عنه. احنا دايما متعودين ان السان سكرين كريم، فانه يبقى جل شفاف دي حاجه جديده بالنسبه لنا. ان البشره تمتصه في اقل من 10 ثواني وفي 10 ثواني واقل، دي الحاجه التانيه الجديده بالنسبه لنا. انه يستخدم كبرايمر بيز، يعني مش هنبقى عندنا مشكله هو السان سكرين بيستخدم قبل الميك اب ولا بعد الميك اب. احب اقول لك ان هو بيستخدم كبرايمر بيز قبل بعد، انت في الامان. شايفين قد ايه بيتوزع بسهوله. اس بي اف بلس 50 بيحمي من اليو في اي واليو في بي. لما حطيته ما حسيتش بعرق ولا تلزيق ولا سخونيه في وشي. هو ضد العرق وضد الميه، يعني لما تعرقي وتمسحي ما تحسيش ان انت وشك مدهن. وخلي بالكم ان السان سكرين صيف وشتاء يا حلوين.